بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقة جديدة من ضمن حلقات فكرة اللي انا بعملها الفترة دي، والحلقة المرة دي عن انس بوخش وعن برنامجه AB Talks اللي هو بيعمله على اليوتيوب. باختصار زي ما انتم شايفين كده في عنوان الفيديو هتشوفوا ان البرنامج AB Talks ده هو عبارة عن تقليد لفكرة وبرنامج Actors on Actors اللي هو موجود على قناة Variety على اليوتيوب برضو. انا شايف ان هو برنامج ناجح وكل حاجة، وده مش تقليل منه ولا بحاول ان انا انتقص منه شيء، ولكن انا شفت الاصل، شفت الحاجة الاصلية في هذا البرنامج. يعني هو برنامج بيكلم الفنانين وممثلين والى ما الى ذلك. كذلك برنامج Actors on Actors بيتكلم عن الممثلين والفنانين، وكمان يعني هو بيحاول ان هو يقلد الموضوع بشكل كبير بنفس الطريقة، نفس جلسات الممثلين وهم قاعدين على الكراسي، ونفس الباك جراوندز اللي هي موجودة في البرنامج، وبنفس الطريقة بتاعة البرنامج عاملة ازاي، ونفس الصورة الترويجية اللي هي بتكون على اليوتيوب، اللي هو بيحط الممثل وهو وبيكتب اسم الممثل او اسم الفنان، اسمه بالعربي واسمه بالانجليزي، ولكن هو موجود في اكتورز ان اكتورز. هما كاتبين اكتورز ان اكتورز وكاتبين الفنانين او كاتبين حاجه كده مش فاكر بالظبط ايه هي. انتوا يعني انتوا بنفسكم اكتبوا على سيرش جوجل، قصدي سيرش يوتيوب، واكتبوا اكتورز اون اكتورز، وانا كاتبها في العنوان يعني الفيديو، وده هيكون مبسط بالنسبه لكم يعني، وهتشوفوا الفيديوهات وهتشوفوا نفس الطريقه ونفس الاسلوب ونفس قعدة الكراسي ونفس الباك جراوند بتاع قعدة الكراسي بتاعت الفنانين وبتاعت الممثلين. هتشوفوا ان هما نفس الحاجتين بالظبط على قناة فرايتي. تمام، ده كان فيديو سريع وبسيط وسهل بيوضح ان مش كل حد على الانترنت بيطلع يقول دي من وجهة نظري. يعني هو كاتب ان هو رائد اعمال وشايف ان هو البرنامج بتاعه ده رائد، ولكن انا من وجهة نظري وشايفه من موقعي هذا ان هو مقلد برنامج Actors on Actors. بس كده، شكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا على اللحظة دي لاخر اللحظة دي، وانتوا بنفسكم هتعملوا وهتشوفوا الفرق، وهتشوفوا ان نفس الموضوع ونفس القصة ونفس الطريقة بتاعة البرنامجين نفس كل حاجة. واعملوا سيرش واكتبوا في سيرش يوتيوب Actors on Actors. بس كده، شكرا ليكم، وكان معكم وائل. اشوفكم على خير ومع السلامة.